مع أغاني مزيانة وأغاني جديدة وأغاني شرقية وغربية وتونسية. أكيد سمعنا مع بعضنا نيكول سابا طبيعي كده كيف زاد سمعنا مع بعضنا أصوات مزيانة كيما أمل حجازي رومانسية وكيما نوال الزغبي صباح. باش نسمعوا صوت حلو برشا زاد صوت مزيان برشا اللي هو صوت الشيخ محمد بن حمودة تصويت في فقرة شوية من تونس. شوية من تونس. شوية من تونس أكيد عودوا بها على موجة إذاعة شباب من الاثنين للجمعة أكيد ومن الاثنين للخميس هكا ولا سامي. إذن والفقرة هذه اللي هي استثنائية في نظري أنا. علاش؟ على خاطر كل مرة يهزنا الشيخ اللي خلينا نقولوا نحن في خبايا مدينة تونس العتيقة وأيضا معمارنا وموروثنا الثقافي وهذا اختصاصه أكيد. خلينا في البداية نسلموا عليه نقولوا له مساء النور. اهلا وسهلا ومرحبا بيك وعوده ميمونه والف مبروك وديما منورتنا يعيشك نورث افريكا وفي ساوث افريكا. يعيشك في افريكا كامله. اهلا وسهلا شيخ شحوالك. اهلا وسهلا سامي تحيه ليك تحيه سلام عليك برشا ولكل مستمعي اذاعه الشباب اللي يسمعوا فينا على موجتنا الجديده يا ربع 88.6. اي موجتنا ويسمعوا فينا في البلاصه الكل اكيد. الف مبروك نسري. يعيشك. انت زاده شويه من تونس. هنا بدي شويه من تونس. يعيشك هذايا شرف لي انا الحقيقه. شكرا تستاهل كل خير نسرين. يعيشك شيخ. اليوم باش تهزنا الحقيقه في خبايا معمارنا التقليدي. ولهنا كي حكيت لي على الموضوع النقش الحديده ذكرتني في وثائقيات شيخه خدمناها في الاذاعه التونسيه في رمضان. حكينا فيها على معمارنا التقليدي. حكينا على الغرف في المنزل التونسي العتيق التقليدي. حكينا على الابواب في تونس. حكينا على كل شيء تقريبا. وانا بدي حكيت على الغرف للامانه وحكيت على السده وحكيت على كيفاش يعني العلجيه كيفاش المعنى نتاعها من علوجاه. يعني هزيدني الموندو محليه برشا. وضروري انه نثمنوا للامانه الماضي نتاعنا وموروثنا الثقافي للاجيال القادمه باش نقعدوا هكاكا نحافظوا على جمال تونس. على خاطر هذا مش فقط تاريخ ولكن زاد ترويج لتونس. وايضا نقولوا للاجيال المقبله انه راهو بلادنا محلاها بلادنا راهو يلزمنا نحافظوا عليها ونعاودوا نروجوا لتونس. على خاطر بالتاريخ نجموا نروجوا للسياحه عفوا الثقافيه ونجموا نجيبوا برشا 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 مارشيات باهيه لتونس من خلال التاريخ نتاعنا. اكيد جدا. وهي في حد ذاتها انك تمشي تشوفها انت وحدك تتمتع عينيك بك المنظر مزيان. فما راحه للنفس وفما احساس بالفخر واحساس ما نجم يفهمه كان الانسان اللي يبدا يدور في احساس بالانتماء زاد شيخ. اي نعم بالانتماء. وتحس تقول الناس هذوما هي نقشه حديده احنا باش نحكيو عليها اليوم. هي في الاصل كانت رسوم يرسموهم وعندها مدلولات معناها ترى وحتى اسمها شيخ مختلف نقشه حديده. معناها الاسم نتاعها تحسه مركب وما يكون صحيح كان هكا معناها بطريقه اخرى يولي غلط. نقشه حديده خاطر ما تنقش هو ادوات حديديه ينقشوا بها الحجاره. ولات هي مجرد خطوط متقاطعه تشبه شويه الحروف العربيه. اما ماهيش حروف معناها كي تثبتها. اما كي تثبت فيها مليح ماهيش حرف اما يعني ماخذ الشكل نتاعو. وهي دوائر مستطيلات مربعات معناها نجموا نحكيو على 16 ونحكيو على 12 نحكيو على المسدس والمثمن ممكن تعرفوهم هذوك السامبل يوصلوا حتى ال 12 يوصلوا حتى ال 32 هكا يسميوها. وال 64 لي معناها 64 كوان 64 دائره. ارك الدوائر هذوما معناها عندها اسماء في المصطلحات نتاعهم. واللي يبدا منقوش او نقش حديده واللي مش منقوش يسميوها الصمت بالسين مش بالصاد. اما النوع نتاع كاين هدوء ولا سكوت ولا صمت. والدوائر فيها اشكال معناها جميله جدا اللي باهت ما فماش كالك وقتها يحفظوها في مخهم. ورثه يورثوا الصنعه موروثه كاين ما يحبوش يعملوه السر هذاك. فهم انت عام 1844 الصنعه هذه ما كانتش موجوده في اوروبا. ملك فرنسا فيليب اشتهاها في داره يعمل نقشه حديده.
بعث وقتها القنصل كلم الملك تونس وقتها المشير الاول احمد باشا باي، وطلب قالوا تبعث لي الصناعيه اللي عندك، نحب نعمل دار. وقتها بريسك انقرضوا الصناعيه، قعد كان واحد برك اسمه احمد بن يوسف، هذا جده اللي عمل النقشه حديدا نتاع جامع صاحب الطابع، تو نحكيو عليه بعد شوي. هو باش نسالك نعم شيخ، انه النقشه حديده هذه موجوده في الديار الكل ولا فما فئه معينه فقط تنجم تعملها، ولا في المساجد؟ فئه معينه خاطر غاليه، اما اللي تلقى في باب الدار تلقاهم بالجبس، اما خاطر الحجر هذوما يشنقشوا الحجر، تو نحكيو عليهم. قلنا نلقى احمد بن يوسف هذايا اللي هو حفيد البني اللي نقش الجامع صاحب الطابع اللي هو شدير نحكيو عليه نهار سبيسيال اللي هو يمكن حتى حلقتين. المهم مشى طلع في البط وكي وصل لمرسيليا اي يلقى عربات ضخمه تسنى فيه، حصلنا كاتشوفو، وتعرف الكريس ذاك الكبير ذاك اللي كيما تذكروا في الافلام نتاع لي كوباي ترحيب كبير وانبهر باش يهزوا الماتريال باش ينقش به الدار هذه. يا اخي خرج لهم من مكتوبه 4 أقلام حديد. هذوكم هما هذاك الماتريال معون الصنعه نقولوا نحن يعني الناس المعون. قال لهم هذا اش عندي الاقلام هذم هما المعون بتاعي، هي والاشكال والقواعد قال ما حفظهم في راسي. صنع فيه هو في الشخص هو بيدو. نتصورها موهبه زاده مش صنعه كهو، فما موهبه سافوار فير. اول ما دخلت لتونس دخلت لنا في جامع الزيتونه، نحكيو على 141 للهجره. شفنا النقشه حديده في القوس نتاع اللي نلقاوها موجهه لمحل المصحف في جامع الزيتونه، مكتوب عليها بالشعر ابيات شعر: اقول لركب من خراسان اقبل امات خوارزميك قيل لي نعم، فقلت اكتبوا بالجس على لوح قبره الا لعن الرحمن من يكفر النعم. اللي يكفر بالنعم معناها هذا. وبعد تلقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبعض الايات القرانيه مكتوبه بالنقش حديده، معناها نحكيو على 141 للهجره، ونحكيو على 1200 سنه التالي. النقش حديده هي بيدها موجوده في قبه المحراب تاع جامع زيتونه، في قبه باب البهور زاده، اللي اول ما تدخل جامع زيتونه في الباب الوسطاني هذيك فما قبه تهز راسك كل ما تدخل الداخل، هذيك قبه باب البهور يسميوها، منقوشه زاده. النقشه زاده لقيناها في جامع عقبه بن نافع، معناها جدوها الاغالبه عام 181، مش معناها اول ما اسس، اول مؤسسه ما ثمش. العرس نتاع جامع الزيتونه الفوق منهم تلقى فما نقشه حديده فوق، هم العرس هذينهم من كرتاج راهم معناها علاش تلقاهم ما يشبوش لبعضهم، ما همش نفس النوع، كل عرسه من لون. راس الاسطوانه نتاع الجامع تلقى ولا الاقواس زاد بيناتهم خدمت هذه عام 1711 وقت بناها وكيل الجامع وقتها يسميوه محمد القسنطيني في عهد الشيخ علي البكري، هذا اخر ائمه البكريين. ومنها قعدت شويه شويه عنا صناعيه لين سقوط غرناطه اللي هي اخر معناها قلعه موجوده في الاندلس، وطردوهم وجاء وقتها فما شكون مشى للمغرب قعد في ساس، فما شكون في الجزائر، فما شكون جاء لتونس. كي جاءوا الاندلسيين خاطر اكثر بلاصه ازدهرت فيها نقشه حديده في الاندلس، ولا يوم الناس هذا تمشي القصر الحمراء ولا تمشي قرطبه ولا تمشي الزهره ولا تمشي تشوف حاجات نقشه حديده مش رائعه الغايه في الروعه، تقعد تخزر وتعاود ودقيقه برشا، دقيقه وما تفهمش كيفاش ما تملاش منها عينك، ما تشبعش منها وتقول كيفاش سر وعمل هذا الكل تنجمش تفهمها. فما سر ايفيكتيفمون، هم ديما من غادي هي جات كلمه سر المهنه، اي ما نعطيش سر المهنه. كي جاوا لتونس جابوا برشا صنايع، منهم جابوا الشاشيه وجابوا الزليج وجابوا برشا صنايع اخرى وبرشا ماكله زاد معاهم. اي المورسكين ما شاء الله يعني الحقيقه اي جابونا برشا ماكله، لازمنا حصه كامله على هذا. لازم حصه على المورسكين. اي النقشه حديده هذه ولات كيفاش نقولوا ولات متوفره برشا، معناها كي جاوا الاندلسيين معناها الصنعه باش تولي تتعلم، وكيما حكينا المره فاتت على في دار احمد بن ضياف معموله بالنقشه حديده، دار الاسرم
دار محمد باي، دار الباي بيدو اللي توا هي رئيس الحكومه هذيك، كان قبل دار حموده باشا في القصبه. القصبه يعطيك الصحه. دار الحاج صالح البغديري، دار بيرم، برشا ديار موجودين في على سائلة بكري نسرين. كان الاغنياء واضح. الدار في تونس تلقى من برا نفس الحيط نفس السور وكو فما باب، اما من داخل تختلف، مش كيما دار التاجر، كيما دار شهبان دار التجار، كيما دار الامين، كيما دار الباي، كيما دار الاميرال. فيختلفوا لانه كل واحد شنو يحب يزيد في داره. ومنها تقهقرت الصناعه هذه لين جاء 1700 وشويه في عهد حموده باشا، وقلنا صاحب الطابع يوسف صاحب الطابع قال باش نبني الجامع هذاك المشهور في الحرفيه، ولوج على الصنايعيه. وقتها جاب من احسن ما فما محمد بن يونس، هذا جد اللي قلت لكم مشى لفرنسا، ومعناها مختص ونجار من اهم ما فما من نجاره محمد مميش، ومحمد بن فريجه زاد كيف هذايا بناي، وهذم اللي بناو ورجعوا النقشه حديده، معناها تشوفها القيمه نتاعها وعزها. وبعد مده طاحت شويه صنعاء لين جات باش نعملوا القبه نتاع سيدي محرز. وقت مات سيدي سلطان المدينه وقتها المشير الثالث محمد صدق باي حب القبه نتاع سيدي محرز، حب يعملها بنقشه حديده، واللي تحب يفهمها يمشي يمشي سيدي محرز تفهم تراو النقشه حديده كيفاش راهي صنعة معناها مينيسيوز، وتحب برشا تركيز، وتحب معناها فن، هي فن بصراحه. يلزم واحد يكون ارتيست بالحق، يخدم بحب وفن. يعني ما نتصورش انا اي شخص حتى وكان يمتهنها فما روح كما قلت انت سر المهنه قبيله، دونك هذا يتلخص في نقشه حديده، ما نتصورش اي شخص ينجم يقوم بها. انا تخيل وقتها ما فما حتى حد، لقاو كان واحد برك اسمه الحاج يونس النقاش، هو اللي حافظ سنه فما يبدا يلبس. اما انت باش تاخذ فيها حساب، هي تبدا تحسب تقول كيفاش الكالكولاتوريس اللي عنده في مخه، كيفاش تبدا وكيفاش توفى الحفر هذوكم صح، كيفاش تبدا وكيفاش توفى. الحاج يوسف النقاش هو صانع نتاع ولد محمد بن يونس اللي قلت لكم عليه، مشى لفرنسا، واحد من صناع نتاعو، معناها حفيده. ومن وقت الصناعه هذيك بدات تنقرض، خاطر اللي يموت معاه السر، ما يخليش اللي يموت للاسف، ما يخليش معاه الوصفه، ما يكتبش، ماهمش قارين معناها ممكن الصناعه يحفظوها، ماهمش معناها خاطر فما برشا صناعه اخرى تلقاها ماليها عامله كتاب. نرجع لك الماجون انا 3000 سنه التالي كاتب موسوعه انسكلوبيدي نتاع فلاحه، وكيف تعملها وكيف خلى موروث ولا يعطيك الصحة شيخ، نشكرك برشا. والحقيقة أمتعتنا بالحكاية هذه، ونحن نحكيو مع الشيخ نسين. ذكرت بودكاست فرجت فيه نقترحه على المستمعين، اسمه التراث الأندلسي في إسبانيا، بودكاست مغارب. ونتصورك تعرف البودكاست هذا بنت مغرومة بلي بودكاست. تو سويت موجز أخبار 5:30 يسرى، وما أدرك ما يسرى تجيب أحذان.